وبيان الغصب منها والثمين للارتقاء بالإبداع الأدبي. عندما تلتقي هاتان المؤسستان الأدبيتان الكبيرتان فاعلم أنك أمام حدث أدبي جلل وعظيم. فشكرا لكلية الآداب التي تحتضن المؤتمر العام لنقابة اتحاد الكتاب الفرعية القهرية ودمياط، وشكرا لسيادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود سليمان الجاهدي، وشكرا للأستاذ الدكتور علي الغريب الشناوي رئيس النقابة الفرعية بالقهرية ودمياط. والآن نبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة الأمين العام الدكتور صلاح شفيع. السلام عليكم ورحمة الله. الجوائز السمومي أنا أكون اليوم في مجال الآداب الكلية التي تخرجت بها وأسعد بها. تخرجت من جامعة المنصورة وكنت أكملت دراساتي العليا في جامعة عين شمس، لكن استضفت للمنصورة المكانة الكبرى. في مثل هذا الوقت من العام الماضي استضافت جامعة المنصورة وكلية الآداب الأستاذ الدكتور علاء هادي في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية مثل هذه الأيام بالضبط، ولعلها فرصة أن نشير أن اللغة العربية بعد أيام تحتفل بيومها الذي اختارته الأمم المتحدة احتفالا به. تلك اللغة التي تنافح عن نفسها وإن تخلى عنها أهلها. تلك اللغة التي لا تعرف المفردات المترادفات قطعا وإن اختلف الناس في ذلك. تلك اللغة العاقلة المهندسة التي لا توجد لغة في الدنيا كلها تناظرها وتستطيع أن تؤدي بكلمة مقابل الكلمة التي عندنا. من يستطيع أن يأتي في لغة أيا كانت كلمات كموتى وأموات وميتون التي جاءت في القرآن وكل كلمة تخالف الأخرى، فهل في أي لغة أخرى يمكن أن يأتوا بثلاث كلمات مناظرة؟ لابد من تركيب حتى يؤدي المعاش. لا أستطيع أن أمرر الاحتفال باللغة العربية دون أن أبدأ بكلمة لها وتحية لها، وأن أسميها اللغة العاقلة. وأرى أنها لغة هندسية، كل تعبير يحمل تقنينا. وبعد فهذا اليوم أتشرف أن أكون الأمين العام لهذا المؤتمر، وأشكر الأستاذ الدكتور علي الغريب أخي وزميل الدراسة منذ أكثر من 40 عام. كبرتنا يا عم. أشكره على اختيار أمينا عاما للمؤتمر هو وزملائي في مجلس الإدارة. وصراحة أنا علاقتي بالمسرح محدودة جدا، لكن اختيار الأمين العام للمؤتمر عن المسرح عاد لي ذكرى وأنا في الصف الثاني الابتدائي، وكنت أعاني من مشاكل رهيبة في اللغة والنطق، وكنت لا أستطيع أن أتكلم لدرجة أن مدرسة الإعدادي قالت لي نصف لسان. سبحان الله يعني. فكنت دائما
لا أحب أن أظهر ولا أنطق بسبب عيوب في النطق شديدة يعني، ربما تخلصت من كثير منها بعد ذلك. العجيب أنني في الصف الثاني الابتدائي ولد صغير لا يستطيع أن ينطق ولا أن يعبر عن نفسه، أجد مدرس الابتدائي يختارني من ضمن فاكر هتبصين انا المسرحية الأليفة الأستاذ مع دهشتي أنا قبل الآخرين، لكني بعد ذلك تبينت أن الرجل اختارني جبرا للخاطر، وكان أبي قد توفى قبل ذلك بوقت قصير. فأنا اسمحوا لي أن أوجه شكرا ودعوة بالرحمة لهذا الأستاذ العظيم الذي يحمل اسم عادل أطامش بمدرسة محمد عوض بالقادس. تحية الأهلي بالأز بقى بلدنا صح؟ صراحة إن كان هناك من فضل لوجودي في هذا المكان فربما لأقول هذه الكلمة عن هذا الرجل العظيم الذي زرع في بعد ذلك عندما أصبحت مدرسا في الثانوية أن أفعل ما يفعله. فأنا أوجه له دعوة بالرحمة وأكثر الله من أمثاله. المرة الثانية التي كان لي فيها صلة بالمسرح هو رسالة الماجستير، عندما قدمت رسالة للأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل مشرفي وأستاذي عن الرمز في مسرح صراحة الصدر. فهنا كانت البداية الحقيقية للتعامل مع المسرح، والعجيب أن شاعرا كبيرا صلاح الصبور عملت إحصائية عن الدرامية في شعره قبل المسرح، فوجدت أنها وصلت إلى 43% من قصائده. وأنا أعتقد أننا نفتقد لأمثال صلاح أبو الصبور. ولي محاولة أو محاولتان في كتابة المسرح المنشر، دي كل علاقتي بالمسرح. أشكر أولا كلية الآداب وعلى رأسها الصديق والزميل الأستاذ الدكتور محمود سليمان الزبيدي، وهو وإن كنا لا نلتقي كثيرا إلا أننا على ضرب واحد في الدفاع عن اللغة العربية. ولعلي منذ وقت قريب قررت أنني أكثر كل الكلام الذي أقوله عن اللغة العربية فقط وعن خطوطها الهندسية. أنا لا أريد أن أطيل لأن أعلم أنني جئت متأخرا من القاهرة، فلم يكن هناك مواصلات للمنصورة اليوم في الأسبوع، فلذلك أنا أرحب بكم جميعا وأشكركم وأتمنى لكم يوما سعيدا. شكرا دكتور صلاح شفيع أمين المؤتمر ونائب رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية. السيدات والسادة الحضور الكرام، مؤتمرنا هذا العام يناقش قضايا الدراما في الدقهلية ودمياط. والدراما كما هو معروف علميا وبحثيا هي النص المسرحي. والمؤتمر هذا العام يحمل عنوان مشهد الدراما في الدقهلية ودمياط، البدايات والمآلات. كما تأتي هذه الدورة باسم كاتبين كبيرين راحلين من أكابر كتاب المسرح في الدقهلية ودمياط، وهما الكاتب المسرحي المرحوم منصور مكاوي والكاتب المسرحي المرحوم عبد الغني داوود. كما تشرف النقابة الفرعية بأن تكرم علمين من أعلام التأليف المسرحي في الدقهلية ودمياط، وهما الأديب الكبير سمير عبد الباقي والأديب الكبير عبد العزيز إسماعيل.
كما تشرف النقابة بأن يكون ضيف الشرف المخرج المسرحي الكبير القيصر أحمد عبد الجليل. السادة الحضور